يعني معظم الستورز بتبيعها بسعر متوسط حوالي 900 بسعر 900. انا قلبت على نوبي ليه كده؟ 900. يعني معظم الستورز بتبيعها بسعر كنت هقولها تاني. في الفيديو اللي عندك في الاي فوق كنا اتكلمنا من سنة عن المنتج اللي طلعت بيه من سنة 2022، وكانت سماعة السامسونج جالاكسي بادز برو. قلت لك ان السماعة دي من اقوى السماعات في الفئة السعرية بتاعتها. طيب السماعة دي دلوقتي سعرها بيتباع يصد في رينج حوالي 3000 جنيه، ولو جيت بصيت في السوق هتلاقي ان في سماعات كتيرة قوي طلعت على الساحة، وشركات كبيرة ما كانتش بتعمل سماعات وايرلس دخلت في المنافسة مع الشركات الكبيرة زي سامسونج وابل. والنهارده انا جايب لك منتج من انكر وهو الساوند كور R50i. السماعه دي بتيجي في فئه سعريه منافسه قوي، هقول لك عليها في اخر الفيديو، وليها منافسين كتير قوي على الساحه، بس بصراحه في الفئه السعريه بتاعتها دي احسن سماعه ممكن تشتريها بالسعر بتاعها. فهنعمل لها انبوكسنج النهارده مع بعض، وهقول لك مميزاتها وعيوبها على السريع. وكالعاده معاكم محمد ابو اليزيد، قناه ريفيوتك، ويلا ندخل في تفاصيل الفيديو. طيب خليني بقى اتكلم معاك النهارده عن الساوند كور بتاعت انكر. السماعه دي يا جماعه بتيجي في فئه سعريه حلوه، هقول لك عليها في اخر الفيديو، ولكن تعالى نفتحها كده مع بعض النهارده. البوكس بتاعها لذيذ قوي، هو مينيمم كده ما فيهوش حاجات كتيره، مكتوب عليه باورفul ساوند بيز اب. ولما نفتح الابلكيشن بتاعها هوريك بنعمل ايه بالسماعه دي، واللي بيميز السماعه دي وهي البطاريه بتاعتها اللي بتوصل ل 30 ساعه من التشغيل لما بتشحنها طبعا بالبوكس بتاعها. لو انت بتستعمل السماعه في ودنك بشكل متواصل هتديك حوالي 9 أو 10 ساعات استماع في الشحنه الواحده. من ورا كده برضو مكتوب عليها شويه سبيكس، ان هي فيها مايكين للمكالمات، وفيها اي بي او هي اي بي اكس 5 ووتر بروف، بتدعم طبعا يعني مقاومه الماء البسيط كده، عشان لو انت بتروح الجيم او كده تقدر تلبسها ما تبص منها. طيب تعالى ما نطولش في الكلام، وانا كنت فاتحها بصراحه قبل كده، ولكن انا عايز اوريك تجربه الانبوكسنج كده على السريع. اول حاجه المنيوز اللي ما بنحتاجهاش، والحاجه اللي بعد كده السماعه نفسها، خليها هنا. عندك جوه البوكس في اليو اس بي سي كيبل صغير كده شبه بتاع الباور بانكس بتاعت انكر، وعندك الاير تيبس. وطبعا السماعه بيبقى راكب عليها دايما المقاس الميديوم، وانت عندك هنا مقاس سمول ومقاس لارج. طبعا بفضل علشان تاخد تجربه بيز وعزل حلوه قوي انك تركب المقاس اللارج، انا بحب المقاس اللارج اصلا. تعالى نركن بقى الدنيا دي كده على جنب، ونيجي للسماعه نفسها بقى كده، نبص على الديزاين بتاعها. مبدئيا هي وزنها يعني ملهاش وزن تقيل قوي، وزنها خفيف بصراحه، زيها مثلا زي الايربودز برو او الجالاكسي بادز برو بتاعت سامسونج. عندك كده جاي فيها حته كده بسيطه قوي يعني بتكمل الفخامه بتاعتها، بصراحه شكلها لذيذ قوي. بتيجي بديزاين مات، ومن تحت مكتوب عليها السبيكس بتاعتها او اسم البرودكت نفسه. عندك من هنا الحته اللي بتفتح منها السماعه نفسها، وعندك من ورا هنا المدخل بتاع التايب سي. تعالى نفتح بقى السماعه مع بعض كده ونبص على شكلها. وبصراحه الماجنتيك بتاعها ده حلو قوي، يعني ما اعتقدش ان هو بيقفل بسهوله، يعني ممكن حتى يعني انا بحاول اتعافى عليه كده ما بيقفلش. السماعه بقى نفسها قاعده جوه كده بطريقه شيك قوي، والسماعه نفسها الماجنتيك بتاعها في البوكس قوي قوي بصراحه، يعني لو عملت كده ما بتقعش بسهوله. تعالى اوريك برضو شكل السماعه او شكل السماعتين عامل ازاي. هي واخده سنه من الديزاين بتاع الايربودز برو او الايربودز 3 بتاعت ابل، ولكن الايربودز 3 ما فيهاش الاير تيبس ديت، فده ديزاين الايربودز برو بتاعت ابل. طبعا هي علشان تكونكت على موبايلك لازم تطلع السماعتين من الكيس. بص مبدئيا هي في الودن مريحه قوي وثابته، حتى بالمقاس اللي هو الميديوم بتاع اللي هي الاير تيبس، يعني ثابته قوي، حتى لو هتروح جيم او كده او هتتحرك هتبقى ثابته في ودنك. الاير تيبس بتاعتها معموله بطريقه بصراحه شيك قوي، وفي نفس الوقت بتخش جوه ودنك، فبتعمل نوع من انواع الباسيف نويز كانسليشن.
يعني ايه باسيف نويز كانسليشن؟ يعني في اكتيف نويز كانسليشن، ده بيبقى عن طريق مايكات جوه السماعه نفسها، والمايكات دي بتسمع صوت الدوشه الخارجيه وتطلع لك صوت في ودنك ضد الصوت ده فتعزل لك الصوت. لكن هنا ما فيهاش اكتيف نويز كانسليشن، هي فيها باسيف نويز كانسليشن عن طريق ان الاير تيبس دي لما بتركبها في ودنك بتعزل لك صوت الدوشه، او على قد ما تقدر بتقلل صوت الدوشه المحيطه بيك، فبتسمع العالم الخارجي يعني صوته مكتوم شويه. طيب خليني انقل لك تجربه الصوت بتاعتها واقول لك ان الصوت بتاعها حلو قوي، ولكن في مودات كتيره قوي موجوده في الابلكيشن. انا عايز اوريك الابلكيشن برضو بتاع ساوند كور هنا اهو، ده الابلكيشن بتاعها، ودي السماعه. طبعا لو فتحتها جنب الموبايل هي مش بتكونكت على طول، لازم تخرج على الاقل سماعه واحده من الاتنين، هي لسه not connected. احنا كده خرجناها، بس بنبرس ضغطه بسيطه كده خلاص هي كونكتد على الابلكيشن. فانت بقى من الابلكيشن ده بتقدر تتحكم، مثلا هي فيها مودات كتيره قوي، فيها بريسيتس للاصوات انت ممكن تعدلها. مثلا ممكن تتحكم من الابلكيشن ده انك تشوف البطاريه بتاعه السماعه الشمال والسماعه اليمين. اول حاجه بص تاخد نظره عامه على البطاريه. عندك الايكولايزر، في مودات كتيره قوي ممكن تظبط منه الصوت، ان هو مثلا تعلي البيس تقلل البيس لو بتحب مثلا صوت الاكوستيك صوت الكلاسيك، فدي بريسيتس للاصوات انت ممكن تظبطها. كمان الكنترولز بتاعه السماعه ديت بتبقى عن طريق التابس على السماعه. يعني انت هنا الابلكيشن بيديك 3 اوبشنز لكل سماعه من الاثنين، انت ممكن تعمل لها كاستمايزيشن زي ما انت عايز. يعني مثلا ممكن تعمل سنجل تاب، السنجل تاب دي انت تتحكم فيها. طبعا السماعه من بره تاتش، فانت ممكن زي ما انت عايز تعمل. مثلا انا عامل هنا السنجل تاب تعمل بلاي او بوز سواء على السماعه اليمين او السماعه الشمال. عملت ان دبل تاب على السماعه الشمال توطي الصوت، ودبل تاب على السماعه اليمين تعلي الصوت. وكمان في تاب اند هولد، ممكن انك تضغط ضغط متواضع على السماعه. مثلا انا عاملها على السماعه الشمال انها تجيب البريفيوس تراك، وعلى السماعه اليمين انها تجيب النكست تراك. فحته الكنترولز مع السماعه دي بصراحه بيرفكت. وعجبني ان انكر عامله ابلكيشن ساوند كور ده عن طريقه تقدر انك تتحكم التابس بتاعت السماعه عشان تعمل لها كاستمايزيشن زي ما انت عايز. تالت حاجه عندك في الابلكيشن هنا وهي فايند ديفايس. لو انت مثلا في سماعه من الاثنين ضايعين منك ممكن تدوس كده، يعني ممكن تطلع صوت بسيط قوي من السماعه انك تلاقيها. طبعا هو مش اقوى حاجه لان دي سماعه ودن برضو وكده كده، ولكن يعني حلو لو السماعه ضاع منك. عندك حاجه اخيره وهي الجيمنج مود. الجيمنج مود دوت لو انت فعلته السماعه بتقلل الديلي بين الحاجه اللي انت بتتفرج عليها وبين صوت السماعه. يعني لو بتتفرج على فيديو يبقى الصوت على قد ما السماعه تحاول انها تبقى ماشيهولك مع الفيديو ما تبقاش سامع الصوت والفيديو مش ماشيين مع بعض. فبصراحه السماعه من حته الكنترولز ومن حته الابلكيشن ومن حته الصوت ومن حته الديلي بصراحه مستواها جميل قوي بالنسبه لسعرها. خليني اتكلم معاك بقى عن صوت السماعه في المكالمات. هي بصراحه قويه قوي في موضوع الاستماع للميوزك او تتفرج بيها على فيلم او اي حاجه، صوتها حلو قوي بصراحه بالنسبه لسعرها. ولكن هي في المكالمات مش احسن حاجه من ناحيتي ومن ناحيه الطرف اللي سامعني. يعني لو انت قاعد في مكان مقفول زي الاستوديو هنا كده، انا عندي مكان مقفول شويه، فالشخص اللي انت بتكلمه هيبقى سامعك بكل وضوح. ولكن لو انت مثلا بتنزل تتكلم في مواصلات او كده، للاسف هتبقى سامع صوت الشخص اللي انت بتكلمه واطي شويه في السماعه، وهو هيبقى سامع الصوت الخارجي حواليك لان المايكات بتاعتها مش بتعزل الصوت بطريقه حلوه. فيعني ممكن تعاني معاها شويه لو انت بتستعملها يعني اوت دور. ماشي، الحاجه اللي قبل الاخيره اللي عايز اقول لك عليها برده وهي موضوع البطاريه. يعني البطاريه هنا فعلا انت بتتكلم في حوالي 8 ساعات سنجل يوز، يعني لو بتستعملها مره واحده ممكن تقعد معاك حوالي 8 ساعات، وتشيز رقم كبير قوي. يعني ماكسيموم انت هتلاقي نفسك بتستعملها في المره الواحده ساعتين 3 بالكتير قوي لو انت رايح مشوار طويل. فالبطاريه بتاعتها بصراحه تحفه مفيش عليها كلام. ومن حيث البوكس نفسه، البوكس ده بيدي لك حوالي شحن السماعتين حوالي مثلا مرتين ل3 مرات، فبتقدر انك تستعملها حوالي 30 ساعه. طبعا ال 30 ساعه دي يعني نقدر نقول مثلا لو استعملك في اليوم 3 ساعات تتكلم في حوالي 10 ايام استخدام بشحنه واحده. فبصراحه البطاريه بتاعتها جميله قوي. وجت اللحظه الحاسمه انك تعرف سعر الانكر الR50i، وهي سعرها من 850 ل 1000 جنيه او ل 1050. يعني معظم الستورز بتباع بحوالي بسعر 900 جنيه. فبصراحه في السعر بتاعها ملهاش منافس. يمكن المنافس الوحيد ليها هي الجوي روم T03S Pro، ولكن انا بصراحه ما بفضلش السماعه دي لسبب، لان هي ستيل شركه صيني، لكن انكر شركه مضمونه وبتاخد ضمان سنه مع البرودكت بتاعك، فبصراحه تبقى حاجه رايقه قوي. فخليني اقول لك من الاخر، لو انت عايز سماعه صوتها محترم قوي والبطاريه بتاعتها تحفه،
الديزاين بتاعها جميل وتستحمل معاك المطره والجيم والمجهود وكده، فالسماعه دي جميله قوي. المايك بتاعها بصراحه اديله 5 من 10، والسعر بتاعها بصراحه تحفه على المواصفات اللي هي بتقدمها لك. وبس كده، دي كانت كل حاجه معانا في فيديو النهارده. اللينك بتاع السماعه الانكر هتلاقوها موجود تحت في الديسكربشن، ويا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب في القناه وتفعلوا الجرس عشان اي فيديو جديد لما ينزل يوصل لكم على طول. ونتقابل في الفيديوهات الجايه والى لقاء اخر ان شاء الله. سلام.